انا جاي اسير البلبله واقول ان 90% من الشعب المصري ما يعرفش الفرق بين الت المربوطه والهي في اخر الكلام، لا وبيكتبوها غلط كمان. وهنا انا مش بتكلم عن جموع الشعب من العوام والكادحين والحرافيش، اكيد الناس دي ليها عذرها يعني، لا انا بتكلم عن بيانات بتنزل من جهات رسميه على السوشيال ميديا، لا وفي افلام ومسلسلات كمان. وده مش موضوع جديد، ده قديم جدا. دي مثلا لقطه من مسلسل بطل العالم، مكتوب العاب قتاليه من غير نقطتين فوق التاء المربوطه اخر الكلمه. لو تعرفوا لقطات من افلام او مسلسلات تاني ابعتوا لنا. لو جيت اتكلمت مع حد في النقطه دي يقول لك يا حبيبي ما بتاء قتاليه يا، طبعا ده بعيد عن ان هو جهل، يا حبيبي باين انك عبيط. بص انا هقول لك على حاجه سهله، لو انت مهتم ما تكتبش غلط يعني، حط بعد الكلمه كلمه فيها الف ولام وانطقها. لو لقيت النطق ت يبقى على طول دي ت مربوطه، لو لقيته ه يبقى ايه؟ مش ت مربوطه. زي مثلا الفرق ما بين كلمة آلة وإله، تقريبا هما نفس الحروف، بس كلمة آلة لو حطينا بعديها مثلا كلمة الحرب تبقى آلة الحرب، من غير تشكيل آلة الحرب يبقى ته على طول. والناحية التانية كلمة إله لو حطينا بعديها مثلا إله الكون، إله الكون، خلاص هي هي. بس كده يا سيدي، المرة الجاية هقول لكم الفرق بين واو الجماعة والهي في آخر الكلام. وفي الآخر أنا مش جاي أثبت إن أنا جامد والكلام ده، عشان أنا كده كده جامد يعني، أنا جاي أسير البلبلة. سلام.